الاهلي بيفوز على المصري 4-2 وبيعتلي الصداره. الاهلي بيفوز على المصري 4-2 وبيعتلي الصداره. احنا هنا يا جماعه في مشكله مع الكابتن احمد الغندور. احمد الغندور ما بيحكمش ماتش للاهلي الا لما يحصل فيه مشكله او كارثه. يعني جون اوبوكا ده ينطرد من الشوط الاول، انت ليه ما طردتوش؟ ده دايس رجل مروان عطيه، دايس رجله فارقها كده، انت ازاي ما تطردوش اصلا؟ وازاي الفار ما رجعكش والكره قدامك؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، الهدف بتاع وسام ابو علي انت بتلغيه بناء عن ايه؟ وانت بتحكم بقانون جديد؟ الكره ما فيهاش حاجه، ولا اوفسايد ولا فاول. يعني بارر محمد اللي رجع الكوره خدها بن شرقي لعبها لمحمد هاني، عملها عرضيه وسام حطها هدف. وانت من حلاوه الهدف بتلغيه؟ من حلاوه الهدف بتلغي الهدف؟ الاهلي فاز على المصري 4-2 وبيعتلي الصداره، والكابتن عماد النحاس مثبت الطريقه وبسم الله ما شاء الله، وربنا يديمها عليه كده لحد ما ناخد الدوري. وفي تألق مستمر لافضل لاعب في افريقيا امام عاشور، ووسام ابو علي رجع لمستواه ومش عايزين اكتر من كده. الدوري يا اهلي ان شاء الله.